هل انا بعد ما اشتري شقه ممكن الارض تتسحب من المطور؟ بصوا يا جماعه، يمكن سمعتوا ان الدوله بتسحب اراضي من بعض المطورين العقاريين. الموضوع مش عشوائي ولا عقاب لمجرد العقاب، لا هو ليه اسباب واضحه. الدوله لما بتدي ارض للمطور الهدف ان الارض دي تتحول لمشروع عمراني وحياه للناس، مش انها تتساب فاضيه او تبقى مخزن للقيمه يستنى الاسعار تعلى زي ما كان بيحصل قبل كده. علشان كده اي مطور بياخد ارض بيبقى ملتزم بجدول زمني محدد في العقد. لو المطور نفذ في الميعاد خلاص بيكمل عادي، وممكن كمان يتوسع، لكن لو اتأخر الدولة بتوجه له انذار رسمي وتديله مهلة بضبط موقفه. لو فضل التأخير غير مبرر الأرض بتتسحب منه وتطرح لمطور تاني يقدر يشتغل بجدية. طب افرضوا المطور ده كان باع وحدات للناس قبل ما يتسحب منه المشروع، دي النقطة المهمة اللي بالنسبة للعميل. هنا الدولة بتحط العملاء في الأولوية، في الغالب المشروع ده بيتسلم لمطور تاني يكمله، أو هيئة المجتمعات العمرانية نفسها هي اللي بتدخل وتكمل. ولو استكمال المشروع ده صعب جدا الدولة بتعرض على الناس تعويض مالي أو وحدة بديلة. الفكرة كلها إن المواطن اللي يدفع فلوسه ما يتحملش خطأ المطور، والدولة هدفها الأساسي إنها تضمن سرعة التنمية وتحافظ على ثقة الناس في السوق العقاري. يعني باختصار اللي يشتغل بجد هيتكافئ، واللي يماطل ويوقف التنمية الأرض بترجع وتتسلم لغيره أو مطور تاني يدخل شراكة معاه. شكرا.